ما هو الخبر؟ المغرب يستعد لاستقبال أول شحنة من القضبان ريلز المخصصة لمشروع القطار فائق السرعة LGV الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش. عدد القضبان المرسلة هو 6457 قضيبا من الفولاذ بطول 36 مترا لكل قضيب. الشحنة المصنعة في الصين، وقد غادرت من ميناء بايوكوان في مقاطعة لياونينغ الصينية نحو المغرب. وزن هذه الشحنة يقدر بحوالي 13 ألف طن من المعدات الفولاذية. الجمارك والخدمات الحدودية في ميناء بايوكوان استخدمت إجراءات سريعة لتسهيل الشحن وتخفيف التأخير، مثل الموافقة بلا تلامس والتخليص الجمركي الرقمي. خلفية المشروع LG في القنيطرة مراكش. الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش يبلغ طوله حوالي 430 كيلومترا. تكلفة المشروع تقدر ب35 مليار درهم. الخط سيسمح للقطارات بالسير بسرعات تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة حسب التصميم. من المتوقع أن يقلص أوقات السفر بين المدن الكبرى، مثلا من مراكش إلى مدن مثل الرباط أو الدار البيضاء سيكون أسرع. المشروع يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب، ضمن توجه نحو التنمية المستدامة والبنية التحتية المتقدمة. الجهات المعنية الشحنة تأتي من China Railway Material Group Hong Kong Macau Co، وهي الشركة التي تزود المغرب بالقضبان عالية الجودة لهذا المشروع. في الجانب المغربي، المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF هو المسؤول عن تنفيذ وتشغيل هذا المشروع. من جهة أخرى، فيما يخص القطارات، عربات القطار، شركة ألستوم الفرنسية ستزود المغرب ب13 قطارا فائق السرعة من طراز أفيليا هورايزن. الأهمية والتأثير واحد: تقوية البنية التحتية. هذه الشحنة تمثل خطوة ملموسة في تنفيذ مشروع السكك الحديدية فائق السرعة، وهي بداية فعلية لتجهيز المسار الحديدي. ثانياً، تسريع التنقل. الخط سيمكن من تقليص زمن التنقل بين مراكش والمدن الكبرى الأخرى، ما يسهم في تحفيز السياحة والنقل الاقتصادي. ثالثاً، تعاون دولي الاعتماد على شريك صيني لتوريد قضبان السكك يعكس شراكة استراتيجية في إطار مبادرة الحزام والطريق. الرابع، مشروع بيئي وتنمية مستدامة. القطار فائق السرعة يعد وسيلة نقل منخفضة الانبعاثات مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، مما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة. 5. تحضير لعصر ما بعد 2030. المشروع يتماشى مع طموحات المغرب لتحديث شبكة النقل قبل عام 2030، خاصة مع المشاريع الكبيرة على مستوى البنية التحتية والنقل.